بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأنا بمناسبة الشهر الكريم ده قررت إن أنا أعمل مداخلة معاكم وأتكلم معاكم شوية في شوية قضايا عامة. كل يوم بقعد أفكر فيها بيني وبين نفسي، قلت طب ما نتكلم مع بعض زي ما إحنا بنعمل على طول. ففي الحقيقة أول حاجة، بما إن أنا بتفرج كتير على القنوات بالليل وبقعد أتابع، فمن ضمن القنوات اللي نرفزتني جدا قنوات المعارضة. أنا معرفش، في الحقيقة عندي رسالة مهمة جدا عايز أوجهها لهم. انتوا ليه بتعملوا كده؟ ايه مصلحتكم؟ انتوا مش في النهاية كنتوا مصريين واتولدتوا في مصر؟ يعني لما العالم كله، أنا لفيت العالم كله، العالم كله دلوقتي شعبا قبل رؤساء بيحترموا مصر وحاطين لها مكانة تانية خالص ونفسهم يجوا يزوروها، وشايفين إنها بتتقدم بطريقة رهيبة وماشية في اتجاه الصحيح وبقت دولة قائدة، وكل العالم بيحترمها من أكبر راس لأصغر راس. ليه أنت إزاي وأنت بتتكلم على بلدك بالطريقة دي بيجيلك قلب تتكلم كده وتخبط في الشعب وتخبط في القيادة اللي هي حققت نجاحات؟ كفاية بس نقول احترام المواطن المصري وتغير النظرة ليه. يمكن اللي ما بيسافرش كتير مش لامسها، لكن اللي عايش بره مصر أو اللي قادر يشوف ويرصد الكلام ده بيشوفوا، طبعا بيشوف إن المصريين بقى لهم كيان تاني وشكل تاني بره مصر. إحنا طبعًا مع بعض، ما تقوليليش بقى التليفونات والمش عارف إيه وتخششوني في كلام، ده سياسة الدولة الداخلية مع شعبها، مننا لحكومتنا ولبلدنا دي بيننا وبين بعض ما فيش مشكلة، نختلف، نتصالح، في النهاية القرارات اللي بتتخذ لصالح مصر اللي هي بلدنا كلنا. إنما بقى بنتكلم على الناس اللي حوالينا، المتلقيين اللي هم غير المصريين، أنت ليه بييجي لك قلب إزاي تتكلم على مصر كده وتتكلم على الرئيس وقمة الدولة بالطريقة ديّة؟ أنا بصراحة باقعد قدّام البرامج دي حيران، أنت إزاي كنت مصري في يوم من الأيام، وإزاي بتتكلّم كده، وعايز توصل لإيه؟ أمّا تحوّل لنا الحلو لإن هو وِحِش، وترسم صورة غريبة لفشل حكومي وفشل شعبي وفشل دولة مشيت مشوار طويل وتعبنا ونهجنا عشان نوصل للنتايج اللي إحنا فيها دي. على فكرة يا جماعة، إحنا موقفنا جيد جدًا، إحنا بلدنا قوية جدًا، إحنا العالم كلّه بيتكلّم عننا. إحنا وقفة الجيش اللي وقفها والريّس طبعًا على القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدولة، هو وقف وقفة رائعة مشهودة ليه، العالم كله بيتكلم عنها واحترموه كلّهم. وأكبر الدول الكبرى إن هم تيجي وتعتذر مش تعتذر يعني ت ت ترضخ لطلباته وتحترم وجودنا. لولا كده كنا بقينا دولة ممزقة ودولة مش موجودة، فأنت تعاني إن أصل الفراخ زادت شوية، أصل اللي مش عارف إيه زاد شوية، ودخلة رمضان، ولأ إحنا عندنا تكافل وعندنا حب وعندنا الناس اللي بتاخد بالها من بعضها أوي، أوي، أوي جنب الحكومة، ما فيش حد هيبات جعان، والشعب المصري كله قلبه رحيم، وده مشهور عننا في العالم كله. ف تفكّر في المواد الغذائية ونقصها والّا شوية مشاكل بسيطة داخلية، والّا تفكّر في موقفنا العالمي القوي جدًا، إن شعوب دلوقتي بقت تتمنى إنها تكون مصرية، وشعوب موجودة جوّه بلدنا من الضيوف مش عايزين يمشوا أساسًا من الحياة الحلوة والمكاسب اللي حققوها والأرباح والرخاء اللي عاشوا فيه. طيب وبعدين؟ يعني أنت هتستمر في هذا الاتجاه لإمتى؟ أنت لازم تراجع نَفْسك. أنا باكلّمكم كلّكم والله لإن فيكم ناس موهوبة وبرضه فيكم الدم المصري، فإزاي بتعملوا كده وليه؟ وهنوصل يعني إيه الأسباب اللي توصّلك لكده إنّك تخرب الدولة بتاعتك، تقسّمها وتحوّلها لبلاد أديك شُفتها حصلت لها إيه. إحنا لولا الجيش المصري ولولا الرئيس اللي هو قائد الحركة ديّة، هو قاعد يلملم شتات الدول ديّة ويحضنها، ومصر بتحضن الدول العربية كلّها. وكل دولة حصلت لها مشكلة بتحاول تساعدها هي والسعودية والتكتلات اللي بتحصل دي، ده فكر يا جماعة، كل ده فكر وعمل. اللي يقول لي أصل الدولة مش مسيطرة والدولة بتتدار من ناحية تانية، أمال مين اللي بيدير لما كل النتائج اللي على الأرض دي موجودة؟ أمال مين اللي بيدير؟ ده قائد عظيم يُحمد ويُشكر، ولو مش هنقدر نقول له على الإنجازات بتاعته اللي عملها دي، يعني ما حدش يقدر يعملها، ده أنت بيبقى عندك شركة بتبقى لايص فيها،
إنما أمّا تبقى مسؤول عن إن أنت تدير 120 والّا 110 مليون نسمة يوميًا تقضّي احتياجاتهم وتحافظ عليهم أمنيًا، ده حتى ما دفعش بالجيش في خطورة بشكل مباشر وانقاد لحروب، حاول إن هو يستخدم ال السياسة مع القوة، علشان يحمي الجندي المصري اللي هو غالي عليه، اللي هو ابن من أبناء مصر. ففي مواقف كتيرة أوي للسيد الرئيس إحنا كلنا لازم نقدّرها، ونشكره على مجهوده اللي عامله، ونطلب منه استمرار العطاء. ونطلب منه إن هو معلش يستحملنا في انتقاداتنا في الحكومة والبرلمان والحاجات دي، بس دي كلّها هم في الآخر شعب مصري، يعني أخويا وابن خالتي وجاري وكلّنا مصريين مع بعض، وبرضه اللي نجح إن هو يوصل للبرلمان أتمنى له كل خير، وأتمنى إن هو يقوم بعمله الجيد، وأنا شايف إن البرلمان ماشي بشكل جيد جدًا الجديد ده. هم تدرّبوا وبيقوموا بالعمل بشكل جيد، فبلاش الانتقادات الهدّامة، لإن أنا شايف أعضاء بتعمل مجهود جيد جدًا، وبتحاول تثبت إن البرلمان كُفء، وفي نفس الوقت ما أتوقعه من السيد الرئيس ومن رئيس الوزرا القادم، إن هو يعمل على دفع الاقتصاد للأمام، وده ودي سياسة الدولة طبعًا، والتغلُّب على المشاكل اللي هي مغلّبة المصريين ده الدين والحاجات ديّة اللي كلّنا عارفينها، إحنا بنشتغل عليها، في خلية نحل شغّالة عليها، بس أتمنى إدخال عناصر أخرى تقدر تعمل مخرجات وطنية جيدة ونوصل لحالة الرضا، إحنا هنوصل لها بإذن الله، بس مزيد من الصبر والعطاء هتلاقوا مصر بقت في مكان تاني، وإحنا اللي مش لامس لازم يعيد التفكير تاني مع نفسه، ويبطّل يكسّر في وطنه، لإن من الصعب صناعة الأوطان، تكسير الأوطان سهل أوي، لكن صناعة الأوطان وإنها تبقى دولة عُظمى ده صعب جدًا. ويكفيني فخر إن أنا كنت قاعد في أحد الدول شايف المصنّعين بتوعها كلّهم هاتوا لنا أرض عندكم في مصر، هاتوا لنا فرص استثمارية في مصر، إحنا عايزين ننزل نبني مصانع ونعمل شغل، ما حدش قال لي الكلام ده، ده أنا سمعته بنفسي وشُفته وبقيت فخور ببلدي. أشكرك سيادة الرئيس، وكل سنة وأنتم طيبين، وكل رمضان وأنتم طيبين، وأتمنى إن بإذن الله ربنا يعُم السلام والأمان على مصر، ونفضل دايمًا شعب مترابط زي ما إحنا، لإن إحنا برضه بطل المعركة، وإحنا إيماننا وحُبّنا للسيد الرئيس ولدولتنا خلّتنا نُقف ورا القوى السياسية وندعمها، وده اللي وصّلنا للنقطة ديّة. شكرًا.